يعني بتعمل حاجات كده مش تمام، على طول بتلبس لبس مش تمام قدامي يعني. دي خالتك اخت فأنا مامتك، لازم تخطب بنتها ازاي وهي بتبص عليك اتجاه تاني؟ مش فاهمه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك، اتفضل تحت امرك. السرير. ايوه اتفضل. الله يخليك، أنا في مشكلة عندي بس. اتفضل عايز سامعاك. هو أولا أنا من الصعيد، تمام. احسن ناس. الله يخليك. فاليومين دول يعني ظهر حياتي مش تمام خالص، وحصلت معايا أنا حاجة كده مش حلوة خالص بصراحة يعني. ايه اللي حصل؟ أنا عندي خالتي هنا، هي لسه صغيرة في السن بس يعني أرملة يعني كده. تمام. تمام. وأنا يعني أنا عندي 23 سنة، ويعني شايل بيتي من صغري، يعني أبويا متوفى يعني، وشايل بيتي من صغري، فشغالة على طول يعني. تمام. فعلى طول أمي يعني بتخليني أود إخواتها يعني كده، وأوصل رحمي وكده يعني. فالمهم معايا. مع حضرتك. فالمهم حصل كذا موقف كده مش تمام معايا بصراحة يعني. بتحاول على طول إن يكون في حاجات معايا مش كويسة على طول كده، مع وبحاول إن خالتك أنا يعني؟ أنت متخيلة؟ خالتك هي دي عندها كام سنه؟ هي عندها يعني 35 سنة. بتعمل ايه بقى؟ والله أنا بصي يعني أنا 23 سنة، بس يبان عليا إن أنا مثلا 30 سنة 29 سنة، هو من الهم ومن الشغل ومن الدنيا يعني. تمام. فبتبقى يعني على طول بتحاول تفضي البيت، على طول بتخليني يعني بتعمل حاجات كده مش تمام، على طول بتلبس لبس مش تمام قدامي يعني. دي خالتك اخت مامتك، لازم على طول يعني اخت مامتك. امم تمام. وبعدين؟ حصل يعني بصراحة يعني عملت حياتي يعني، انت عارفة بقى الشيطان والدنيا. أنا بصراحة غلطت يعني، غلطت معاها يعني، بس مش غلط اللي هو الكبير يعني. هي أثرت عليا فوق ما أنت تتخيل يعني. بس أنا مش عارف أنا عملت كده إزاي والله يعني. أنا ندمان، بس ما عملتش حاجة يعني، ما عملتش حاجة كبيرة يعني، اللي هو حاجات بسيطة. معاك. أنا مش عارف أعمل إيه بصراحة. تعمل ايه؟ ما تروحش عند خالتك تاني، دي حاجه مقفوله يعني. دي خالتك ايه دي بقى؟ انت اكيد ما بتقولهاش يا خالته يعني ما تروح لهاش تاني خالص. اقفل الباب ده نهائي. مامتك تقول لك روح وصله الرحم، قول لها صل انت الرحم، انا ما بصلش الرحم. كلمتين وشد مع مامتك في الكلام. مش هينفع يا ماما، انا خالتي ارمله وانا مش عارف. هتقول لك بقى مش عارف ايه ده، انت هتعمل مش عارف. قول لها ماما انت ما تعرفيش بلاوي الدنيا بتبقى عامله ازاي. تمام. وتقفل العلاقه دي تماما. سيبك بقى خالتك يعني. هي يعني انا مش عارفه هي ازاي فكرت كده اصلا، مش مفكره ازاي ان انت ابن اختها او كده، بس يعني الشيطان شاطر زي ما انت قلت. هي كانت عايزاني انا اخد بنتها. تاخد ايه؟ مش عارف ليه يعني. هي كانت عايزاني اخطب بنتها. ايه ده؟ تخطب بنتها ازاي وهي بتبص عليك اتجاه تاني؟ مش فاهمه. ما هو انا ما خطبتش بنتها يعني، انا خطبت حد تاني وكده. فمش عارف هي نيتها ايه، مش عارف هي قصدها ايه، مش فاهم والله. ثواني، هي كانت عايزاك تخطب بنتها قبل ما تعمل كده ولا بعد؟ لا قبل. ولما انت خطبت واحده تانية راحت عامله كده، صح؟ والله يا بيني وبينك كانت على طول يعني نظرات، وعلى مش عارف ازاي يعني. وانا كنت بقول لا ده عاديه، ده زي امي، ده زي اختي الكبيره، مفيش يعني. هي كانت عينها منك وقالت اما اجوزه للبيت وهو يبقى قدام عينيا وكده يعني. الحاجات اللي احنا برضو يعني ايه بتجيلنا المشاكل الجميله دي على طول. كل اللي انا اقوله لك ما تروحش عند خالتك تاني، وانت دلوقتي راجل خاطب وداخل على جواز.
شوف خطيبتك عايزه ايه، ابني بيتك وحياتك ومستقبلك وانسى. لا والله انا مش هاممني الكلام ده خالص، بس انا يعني انا لو علاقتي استغفر ربنا على اللي انت عملته، وما تجيبش سيره في المواضيع دي تاني خالص ولا تيجي في بالك. بس انت ابعد عنها، لان دي شيطان لوحدها، ده التفكير ده دي اصلا دماغها شيطان لوحدها. تمام؟ ايوه ان شاء الله. تمام. ربنا يعفو عنك ان شاء الله، وشكرا ليك. يلا شكرا. السلام عليكم. يعني انا مش عارفه والله اقول ايه، اما شفتش كده في حياتي. يعني كل اللي بيجي يقول لي نفس المشكله دي بقى بتحصل، يعني دي جديده بقى اللي هي الخاله. كان دايما اسمع الحما اللي يحكي لي يكلمني يقول لي ده حماتي ده مش عارف ايه، وصلت للخاله دي. يعني قلنا الاب وبيعمل كذا مع بنته، طلعت الخاله كمان ايه داخله بقت مشتركه في نفس الجرايم. يعني ربنا يعفو عنا جميعا. ودي نصيحتي ليه، ان هو لازم يبعد عن خالته دي تماما، ولا يتكلم بقى في صله رحم ولا اي حاجه من الكلام ده، لان ده مش هيفيد ولا هيعمل اي حاجه في الحياه غير انه هيبهدل الدنيا اكتر يعني. ودي كانت حلقتنا النهارده، واشوفكم في حلقه جديده وقصه جديده من برنامج لحظه ندم.